ايه يا عم انت؟ انا عندي شغل لازم يخلص. وانا كمان ورايا شغل ومتاخر. اقول لك ايه طيب، انا لازم اخلص. انا كده تخليني انا متاخر التسليم عليك عندي كمان نص ساعه. ده هو انا عبد الرحمن يسري. اكيد انتوا دلوقتي بتسالوا ايه لازمه الدخله دي كلها. خليني اقول لكم، بس اولا اعرفكم بنفسي. اعرفك بنفسي، انا علاء الافريقي بموت. اتفرج يا صاحبي. اعتبر وبلا فخر اكتر طالب معسف في فنون جميله، ولو جيت تبص لها برضه كمعيار بشري انا تالت اكتر بني ادم معسف انت ممكن تقابله في حياتك بعد حمو تعسيفه ويوسف جابر. ايه ما تعرفش يعني ايه تعسيف؟ خليني اشرح لك برضه بسرعه. التعسيف هو فعل عريق ظهر اول مره في اواخر الربع الاول من القرن ال21 على يد مؤسسه حمو تعسيفه صاحب قصه بنيكه الدونت والعوض والمعجزات والكلام ده كله. المهم عمك حمو تعسيفه كان عنده امتحان وزنق نفسه لحد ليله الامتحان، لكن خلي بالك في فرق ما بين زنقه الكلاب والتعسيف. زنقه الكلاب هو ان انت يكون فاضل لك جزء كبير من المنهج ليله الامتحان. التعسيف هو ان انت ما تفتحش اي حاجه تخص المنهج الا ليله الامتحان. ده الفرق الاساسي اللي ما بينهم، ولازم تكون عارف معنى التعسيف كويس عشان نعرف نستمر في قصتنا. ودي كده مقدمة سريعة للي انا هعمله كواحد من اكبر المعسفين في واحدة من اكبر المشاريع اللي عندنا في مادة نحت اعدادي فنون جميلة، وهو العروسة الماريونيت. دلوقتي المهله بتاعتي تقريبا طار منها ساعتين، والمفروض دلوقتي انا امسك الكاركتر ده واقطع من لوح البورد الفوم اللي انتوا شايفينه ورايا على مقاس الكاركتر اللي انتوا شايفينه ده، واطلع من وراه العروسه اللي المفروض اشتغل عليها. فهل يا ترى هلحق ولا لا؟ اكيد في اسلحه سريه كتير في جعبتي استخدمها، لكن هل هقدر استخدمها كلها؟ سنعود بعد الفاصل. ودلوقتي هنا سريعا دليلك الكامل اللي عمل العروسة الماريونيت، ورقة وقلم واكتب معايا نحات الكل. اولا انت محتاج تعمل سكتش للعروسه، فالسكتش اللي انا عملته كان لذيذ الى حد ما. بتعمل الموديل الكبير اللي هو على مثلا مقاس نص فرخ او على جراف كبير على حسب انت هتعمله ازاي. انا عن نفسي عملته الكتروني وده كان بيريحني قوي. وبعد ما طبعته على مقاس نص فرخ خدته وجبت قطع الفوم وقطعتها على مقاسه زي ما انت شفتوا امبارح. وبعد ما قطعت الفوم ومسكت القطعه اللي هي بتاعت الاجزاء السميكه شويه زي الراس والجسم والوسط، وعملتهم بدل ما تكون قطعه واحده تكون قطعتين، بحيث ان هم يدوا سمك شويه للكاركتر. بعد ما عملت كل ده لزقت القطع السميكه دي بغير ابيض وسبتهم لحد ما ينشفوا لمده يوم. وعلى الناحيه الثانيه جبت القطع الرفيعه اللي هي الرجلين والدراعات والايدين والكفوف وقطعتها هما والودنين. وبعد كده مسكت القطعه الكبيره السميكه اللي انا سبتها تنشف ومسكتها قطعتها على مقاس الكتل عشان ادي كتله كامله لجبنر. وبعدين طلعت اشرب كوبايه قهوه، لكن مع العلم ان انا ما بحبش القهوه ومش بشربها اساسا، لكن في الحاله دي انا كنت محتاج اشربها علشان تساعدني افضل فايق الكام ساعه اللي انا هشتغل فيهم دول. دلوقتي بعد ما قطعت 3/4 الحاجه ولزقتها وقدرت بنجاح ان انا اقنع عصمت ان حب عمرها ما هتحبه وان هي كانت بتحبني انا. قلت لك بتحبني انا. دلوقتي بعد ما قطعت اغلب القطع ولزقت اغلبهم، فاضل دلوقتي ان انا امسك القطع واصنفرها، وده غالبا هيكون اطول جزء في العمليه. فاتمنى ان انتوا تبيروا زميل لحد ما اخلصه، لان بعدها هبدا بقى اركب الجنشات ونعمل مفصلات. يا رب نلحق. طبعا اهتمامك بالتفاصيل في العروسه هيفرق جدا. يعني عندك انا مثلا لما مسكت القطعه وبدات اصنفرها اهتميت قوي بشويه تفاصيل في جبنر. كونه فار جاي من خلفيه عسكريه فده يخلي القطع محتاجه يكون فيها شويه تفاصيل. جبنر مثلا كتفه انا لما جيت اقطعه اضطريت ان انا اعمل فورم للباي وفورم للكتف، بحيث ان هو اي نعم دلوقتي بقى ديكتاتور ومفخد وعنده كرش، لكن ده ما يمنعش ان في علامات على قوه بدنيه كانت موجوده عنده نتاج الخلفيه العسكريه اللي هو كان جاي منها. على الناحيه التانيه برضو الساعد اضطريت ان انا اشتغل عليه ابين وجود ان في عضله ساعد هنا بان انا احفر في النص هنا علشان ابين ان لا في مسافه ما بين العظم وعضله الساعد ذات نفسها، بيديله فورمه اكتر وعلامه على قوه اكتر. جبنر انا اهتميت بالشغل فيه وخصوصا برضو في قطع زي الرجلين والعضلات الاماميه. وكل دوت هو مش باين للاسف تحت اللبس، لكن وجود تفاصيل زي دي بيضيف على معلوماتك انت، بيثقلك انت علشان يبين ان انت شخص فاهم انت بتعمل ايه. وفي نفس الوقت الحاجات دي لو اتلاحظت بتكافئ عليها اكتر وبيزيد انبهار الناس باهتمامك بالتفاصيل. في اغلب الوقت مش هتبان. الافيه ان انا وانا قاعد بصنفر كانت ايدي بتسخن من السرعه، فكنت بحطها في ميه ساقعه. بصراحه مش عارف من السرعه ولا عشان انا هوت، بس المهم يعني ان انا خلصت صنفره. وعلى نص الليل كنت ابتديت اهيس من كم الكافيين اللي استهلكته، وزي ما قلت لك في الاول ده كان غلط عليا.
لدى أي من الحضور أي اعتراض؟ عظيم. بعد قول كل هذا أعلنكم الآن زوجا وزوجة، يمكنك تقبيل العروس. هيعيشوا بتباتنا. ايه ده؟ يخرب بيتكم انتوا لحقتوا؟ وعلى تاني يوم الصبح كنت وصلت لمرحلة صعبة جدا. الفيديو ده معمول عشان نتكلم عن المشاكل اللي بتواجهنا سواء في صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي ننجز شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش فيديو جديد كل اسبوع. يلا بينا. واحدة من اكبر المشاكل اللي بتواجه الشباب في الفترة دي، مشكلة قاتلة بتقتل جاذبيتك كل مرة بتفتح بقك، وهي ازاي تعمل عروسة ماريونيت. في شوية مبادئ وأساسيات كده بايظة من الشباب احنا جايين نكنسلها وجايين نفهمهم ايه الصح وايه اللي المفروض يعملوه. يلا بينا. يلا بينا. بس لو كنت برضه معايا واكتر من 22 فرع ونص كمان تقدروا معايا في الحلقه السوشيال عشان معايا فوق كتير، وباذن الله هجيب الكونتاكت بتاعه تحت الديسكربشن. بس انتوا جايين من عندي. دلوقتي بعد التمرين اللي انتوا شفتوها الطرش اللي باوزان تهد جبال، نروح نطير العضلات اللي احنا عملناها دي عند اقرب عربيه فول. دلوقتي على المايه فانا الحمد لله. هو لا برضه الراجل كان قليل الادب، يعني ما حدش يقدر ينكر ان هو كان قليل الادب. في اللحظات دي تقدر تقول ان انا كنت نسيت الى حد ما ان انا كنت متعسف ومتاخر في المشروع. فلحد ما ارجع الاوضه واكمل شغل خليني احكي لك سريعا عن الكاركتر بتاعه ايه هو وايه قصته. دلوقتي لما تشوف بني ادم زيي وبسابق معرفتك بيا، يا ترى ايه الشخصيه اللي ممكن تيجي في خيالك انا هكون هعملها؟ بالظبط اخر بني ادم جه في خيالك، الراجل اللي بيزعق في الفيديو ده، لان انا ما اقدرش اقول اسمه عشان ممكن يعمل لي مشاكل في الفيديو. الراجل النمساوي النازي صاحب العبارات الرنانه واللي اترفض من كليه فنون جميله بشنبه الصغير ده، فقد المانيا لحرب اخضع فيها اوروبا. هو مش انتقاما قوي لكن افترض ان الافيه واضح يعني. ونظرا ان انا مش هقدر اقول لكم اسمه فخليني اقول لكم اسم العروسه عشان اوصل لكم الليله اكتر، وهو ادولف جبنر. انتوا اكيد دلوقتي بتسالوا ايه اللي حصل في الكام ساعه اللي فاتوا. خليني احكي لكم بس بطريقه سريعه. قطعت الفوم، شربت قهوه، لزقت الفوم، برست اسمك، جريت، شربت قهوه تاني، غفلت اسمك، شربت قهوه تالت، لزقت الفوم وحطيت عليه تقل، صنفرت الفوم، قعدت اعمل دوبلاج مع اسمك. بس لا ده بجد كان كويس، اسمعوا. احنا حراميه يا بابا، واللي بنسرقها اصلا ايه؟ ما تاخذنيش زباله. ما تبقاش سرقه لما محدش عايزها. طب طالما ما حدش عايزها يبقى بنسرقها ليه؟ سميها اختلاف وجهات النظر. كلام يمكن اكلك شبهك يبقى لازم اكل اكل نظيف. وصلت جبنر ان هو يبقى كتل زي ما انتم شايفين متقطعه ومتصنفره من الفوم، لكن لا زال في مرحله التركيب. التركيب اللي انا بتكلم عليه هو بالغيره، مثلا راس جبنر مع عينيه مع شنبه مع مناخيره مع ودانه، دي كلها كانت عمليه تركيب كبيره في الراس بتجمع اغلب كتل راس جبنر. فانا علشان اعمل الودان عشان اضمن انها تمسك، نظرا ان الودان كتله كبيره والراس كتله كبيره، انا مسكت الاثنين وحطيت خلتين ما بين الودان والراس وضغطتهم مع بعض بحيث ان هم يعملوا كدعامه تمسك الودن في الراس، وفي نفس الوقت حطيت غير ابيض وشمع. معلومه لازم تكون عارفها ان الشمع بياكل من الفوم، ما تخليش الشمع اختيارك الاساسي، لكن كاوبشن جانبي للتثبيت مش هيكون مضر خالص، بالعكس هيساعدك، وبالذات لو مستعجل الشمع بيمسك بسرعه. وعلى نفس المنوال بالنسبه للودن خليني اكمل لك بسرعه واقول لك ان مع تركيب الودن وتثبيتها انا حطيت شويه معجون بحيث ان هو يسد الفراغات اللي ما بين اطراف الودن والراس عشان يبان ان الودن داخله في الراس على طول وكمان جزء منها، ودي من المزايا الكبيره اللي المعجون هيقدمها لك في ان هو يخفي لك العيوب كمان. بعد تركيب القطع الاساسيه بقى نيجي لتركيب المفصلات. المفصلات زي الكوع، الرزق، الركب، الرقبه، الوسط، الحاجات دي المفصلات ديت هي مهمه. فانا عملتها ازاي؟ خليني اكون واضح معاك في النقطه ديت وركز معايا شويه. يعني القصه دي ليك حاول تستفيد منها. ان انا لما رحت اشتريها من الممر كان في كيس بيتباع صغير ب 35 جنيه فيه بتاع 15 سديبه وشويه مفصلات كبيره قوي يعني. بالرغم من كده انا كنت جبت الكيس ده وللاسف ما كفانيش، السدايب كانت قليله والجنشات القطاطيف دي احنا بنسميها جنشات، الجنشات دي كانت قليله مش مكفيه، فانت بتضطر تشتري تاني والكيس بيتباع واحده.
فانا قررت اشغل دماغي، فاخدت بعضي ونزلت الحلوان، نظرا ان انا قاعد في المدينه الجامعيه في جامعه حلوان، فاقرب حاجه ليا حلوان. نزلت حلوان وجبت علبه جنشات كامله فيها 100 جنش، مش 24 ولا مش 12، وكانت عامله 25 جنيه. تمشيه بسيطه من المحطه بتاع نص ساعه ولا حاجه، تقدر توصل للعزبه البحريه شارع الحرفيين. وجبت عود خشب لا يزال عندي جزء منه لحد دلوقتي اكشلي. المهم جبت العود الخشب ده وقطعت منه سدايب صغيره على المقاس اللي انا هحتاجه، وفي نفس الوقت التقطيع بالليله دي كلها عمل 35 جنيه عشان اعمل سدايب كامله ليا وللزملاء اللي معايا ب 55 جنيه. واي نعم صرفت 20 جنيه زياده، بس ما اضطريتش ان انا اصرف 70 جنيه عشان اجيب كيس تاني زي ده. فاللي عايز اقوله لك من القصه دي ايه؟ حاول تشغل دماغك. لو شغلت دماغك هتقدر توفر جامد، وخصوصا لو بتعمل ليك انت واصحابك. العمليه هتكون سريعه وهتريحك جدا. بعد ما جبت السدايب وجبت الجنشات ركبتهم في بعض بزراديه او بايدك ايا كان اللي يريحك. وبعد ما تركبهم تبدا تركبهم في كتل الفوم. كتل الفوم مثلا فرق زي الكتف والكوع، انت بتقطع مكان في الكتف مربع تدخل فيه السديبه، ومكان في الكوع تدخل فيه السديبه الثانيه، بحيث ان انت لما تيجي تحط الجنشين على بعض يعملوا لك زي مفصله تعرف تحرك الدراع فيها. اللي هيساعدك ويريحك في العمليه بقى ايه؟ ان انت تحفر مكان ليها، مش ما تحشرهاش او ما تدخلش الجنش على طول، لا لازم تحط الجنش في سديبه والسديبه جوه الفوم، بحيث ان هو يمسك وما ياكلش في الفوم ذات نفسه. وفي نفس الوقت بحيث ان انت تضمن ان الجنش مش هيقع ومش هيبقى شكله وحش، وحتى لما تعجنه هيغطي عليه وهيبقى شكله كويس. والاهم من كل ده ان انت ما تقفلش الجنشات بدري. دي غلطتي ودي الغلطه اللي انا عملتها، ان انا قفلت الجنشات بدري من مجرد ما كان التكوين كفوم، حطيت الجنشات وقفلتها، وده كان غلط لان انت هتضطر تفتحها تاني علشان تمعجنها، وتمعجن كل قطعه لوحدها اسهل بكتير ما تمعجن كله على بعضه. فما تقفلش الجنشات بدري، خليها مفتوحه لحد ما تخلص وتلون، وبعد كده ابدا قفلها، ساعتها هتستريح وهتشتري دماغك. لحد ما وصلت للحظه دي دلوقتي فاضل ان انا امسكه معجنه والونه والبسه واسلمه. زي ما تقول ان انا استهلكت قهوه كتير في الفتره اللي فاتت وما اشتغلتش، وبرده استهلكت بيبسي دايت، وبرده الكافيين ما نفعش، وانا ابتديت اسقط وعايز انام. فعشان كده قررت ان انا اخد الموضوع لليفل بعيد شويه. فاكرين لما قلت لكم ان ده كان غلط عليا ان انا استهلك الكم ده من القهوه؟ هتستوعبوا دلوقتي ليه. دخلت في 4 مراحل متتاليين بسبب اللي حصل لي من القهوه. وخليني ابدا معاكم باول مرحله، وهي كانت التركيز، ودي اللي خلتني امعجن جبنر بسرعه. بعد كده دخلت على تاني مرحله وهي الضحك. انا بقيت بضحك بطريقه غير منطقيه، بضحك كتير قوي، بضحك بشكل هستيري ومن غير سبب، وده كان شيء غريب جدا يعني. ثالث مرحله بقى، ودي اللي انا مش عايز اتكلم عنها كتير، وهي التهييس. والتهييس ده خلاني حتى اطلع بعض من عقد جبنر عالي. I don't
دي رابع مرحلة، النوم. صحيت وكان فاضل لي 4 ساعات بس على التسليم. خدت بعضي وطلعت طبعا عروض الفرج بحيث ان انا الحق اعمل اللبس، ووصلت لعم محمد الراجل الطيب اللي عمل اللبس في ساعات معدودة، وربنا يكرمه، هو فعلا نجدني في وقت صعب. ادي هنا معلوله ولحن الايقاع وضابط الايقاع زي ما انت عايز تقول. مايسترو النادي الاهلي كان هو واحد. كان ممكن نشوف فيه والله تكرار لسيناريو المشهد الشهير ماتش الستة، ولكن حتى الان اللعيبه بتاخد ده بقى لي ساعة بس أعرفه، وبعدين حبيته لله في لله. الله يكرمك. رخر البدلة طالعة في منتهى الجمال، وديك هتشوفوه. والله تسلم ايد حضرتك، افتح يا حضرتك عم. اللي شغلك هو والله اللي بنى عليها. الله يكرمك، ما تحرمش من ذوق حضرتك. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا ابني. بعد ما خلصت اللبس وبقى جبنر عندي جاهز، ناقصه بس الصليبه والحبال، خدت بعضي وطرت على الكليه، وبعد كده وصلت للمرحله الاخيره وهي تركيب الصليبه. المهم ان انا لحقت على الميعاد ان انا اسلم جبنر بعد 48 ساعه شغل. جبنر اتسلم وكمان خدت فيه 25 من 20 درجه فوق الامتياز. افترض ان مفيش حاجه تستحق انها تتقال اكتر من ان انا عايز اشكر الدكاتره والاساتذه اللي ابدوا اعجابهم جدا بجبنر، وزملاء الطلبه اللي ساعدوني فيه. وفي الختام خليني اقفل بالمقوله دي: My unmatched perspicacity coupled with sheer indefatigability makes me a feared opponent in any realm of human endeavor. ثباتي الغير مسبوق ممزوج بقدرتي العالية على عدم التعب بتخليني عدو مهاب على أي عالم من عوالم تواجد البشر. السلام عليكم.